اكتر مشروع في الساحل انا بعت فيه السنه دي كان هو المشروع اللي انا بصور لحضرتك منه دلوقتي. الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد جم هنا واعلنوا عن مدينه راس الحكمه، واحده من المدن اللي بتتقارن وبتنافس المدن اللي في اسبانيا الساحليه واللي في ايطاليا واللي في اليونان، ويمكن كمان دي اهم منهم واقوى منهم بكتير. فاوعى حضرتك تدخل مشروع راس الحكمه في مقارنه مع اي مشروع في الساحل في مصر، لان هتبقى المقارنه ظالمه، واستحاله دوله موجوده على البحر الابيض المتوسط هتعمل مشروع زي ده. اكبر شركات في مصر خاصه بالانشاءات هي اللي بتبني المشروع ده. عايز اقول لحضرتك ان مفيش مطور ولا مشروع في الساحل كله هيقدم لك اللي شركه مدن هتقدمه لك كمستثمر او اند يوزر. ومرحله وادي يم دي اهم مرحله بتطرحها النهارده شركه مدن الاماراتيه في مشروعها، ودي اميز مرحله لانها ما بين المارينا الدولي والمارينا المحلي، وكمان فيها ملعبين جولف ونادي للفروسيه، وعندك فيها منطقتين احنا بنبيع فيهم جوه المرحله، يا منطقه البيتش بلازا ودي ابعد نقطه فيها 450 متر من الميه، او منطقه البوليفارد ودي ابعد نقطه فيها هتبقى من الميه 950 متر، ودي الشاليهات اللي بتبقى فيها ارضي وخمس ادوار. الدور الارضي كله بالكامل بيبقى مطاعم ومحلات ريتيل لاكجري، اعلى مطاعم ومحلات ريتيل على مستوى العالم. زي ما حضرتك شايف دي مرحله وادي يم، انشاءات فيها على اعلى مستوى، وتسليمها في العقد هيبقى 3 سنين. بعمل لحضرتك زوم عشان ابين لك حجم الانشاءات اللي شركه مدن الاماراتيه بتعمله في المرحله دي بالتحديد. وعندك باركنج تحت الارض للشاليهات، ودي مشكله كبيره جدا لكن عالجتها شركه مدن في مشروعها. هات لي مشروع في الساحل الماستر بلان بتاعته وانشاءاته تتعمل في خلال سنه بالشكل ده وبيتصرف عليه بالشكل ده. شركه نازله بريليز جديد، الغرفه مساحتها 93 متر من اول 15 مليون، الغرفتين متوسط المساحه 145 متر سعرها من اول 21 مليون هنا، والفلل من اول 40 مليون بندفع 5% و5 بعد 3 شهور، والباقي على 8 سنين في مرحله وادي يم، واستلام حضرتك في العقد هيبقى 3 سنين. لو بتعرض عليك اي مشروع في الساحل مش هيتحط في مقارنه ابدا ابدا مع مرحله وادي يم لشركه مدن الاماراتيه في راس الحكمه. ما تسيبش الفرصه دي. النهارده الترند مراسي، بكره الترند هيبقى وادي يم ومدن الاماراتيه. عشان كده بقول لحضرتك تعالى بدري وقسط على 8 سنين بدل ما هتيجي هنا وهتشتري ساعتها كاش او هتدفع اوفر، لان المشروع ده ملوش منافس ابدا في مصر، وبيتنافس بالمشاريع الساحليه اللي موجوده زي ما قلت لحضرتك في ايطاليا واسبانيا واليونان. ونتشرف دايما بيكم. اضغط على لينك الواتساب لو حابب تبقى موجود في مرحله وادي يم، وتاكد ان اسلام الشاعر بيعمل دلوقتي لحضرتك فيديو عن اهم مشروع استثماري موجود في الساحل الشمالي، واستحاله يحصل زيه تاني في مصر. شكرا جدا لكم.